عم احمد عايز رغيف حواوشي من ابو 10. لا خلاص بقى ب15 يا حبيبي والله. ليه كده يا عم احمد؟ ما كان ب10. والله كل حاجة غليت يا ابني. رغيف عيش بجنيه وتوابل وزيت وتوم ب3 جنيه، كده بقى مكلفنا 4 جنيه. حلو، طب ما تبيعه ب10 تكسب فيه 6 جنيه. استنى اكمل باقي الرغيف، كده قلنا 4 جنيه تمام. بصل وفلفل وطماطم 3 جنيه، كده بقى واقف عليا ب7 جنيه. جميل، تكسب فيه 3 جنيه. روضة تسوية وغاز ومية وكهرباء وإيجار حوالي 5 جنيه، كده بقى عليا ب12 جنيه. اوبا، لا عندك حق يا عم احمد. وال3 جنيه دي يا ابني مكسبي ورزقي، فببيعه ب15. شفت بقى؟ الله يكون في عونك يا رب. مع اني حاسس ان في حاجة ناقصة، بس هاتلي رغيف. عينيا يا حبيبي. واد يا حماصة، عندك واحد جيرمان واحد بلدي جوه، ابعت البلدي. اميزنج النووية. عم احمد، ده حواوشي باللحمة صح؟ اكيد باللحمة يا عم احمد. والمصحف لحمة بلدي ابو رجل بيضة ده. عم احمد، انت مش حاسب اللحمة في الرغيف ده يا عم احمد؟